بسم الله الرحمن الرحيم. سموا الله وتعالوا بقى يلا بسرعة اجمعوا هنا. هقول لكم على الوصفة اللي كانت قلبة السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول، وكانت قلبة الدنيا صراحة. قلت اجربها معاكم واجدد تاني الترند من اول وجديد، لعله يبقى ترند في قناة روز. انا جبت بقى 3 بيضات. الوصفة قبل ما ادخل اقول لكم ايه هي الوصفة، هقول لكم هي ايه الوصفة. هي بيتزا، الكريب او عجينة الكريب، هعملها بيتزا وهطلعها احلى بيتزا. انا قلت اجربها الاول، ولو عجبتني انزل لكم الوصفه على طول وانزل لكم الطريقه. صراحه عجبتني وكانت ممتازه وكانت ناجحه جدا وجميله. انا جبت 3 بيضات، عليهم كوبايتين من الدقيق، عليهم ذره ملح بسيطه جدا، وعليهم معلقه بيكنج باودر كبيره، وعليهم نص كوبايه من من الزيت. هضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط، ولو حاسه انها متكتله منك او فيها تكتلات صفيها بالمصفى. الوصفة دي لها شرط واحد بس عشان تبقى ناجحة معاكي وعشان تبقى جميلة وطالعة كويسة جدا معاكي. شرطها ايه؟ ان تكون الصينية بتاعتك يا اما بايركس يا اما تيفال. لو عملتيها في صينية ألمونيا او اي صينية تانية، لازما يكون عندك ورق زبدة، وتكوني حاسة ان جودته، او متأكدة مش حاسة، متأكدة ان جودته كويسة جدا، علشان الوصفة ما تلزقش فيها، لان الوصفة دي بتلزق وبتبقى مش احسن حاجة لما بتلزق في الصينية. فطبعا الوصفه دي بعد ما ضربت المكونات كده انا حاسه ان المكونات بتاعتي حلوه، ما صفيتهاش بالمصفى لان مش فيها اي تكتلات، جميله جدا، ناعمه جدا العجينه، ولا هي سايبه قوي وسايله قوي، ولا هي ماسكه في نفسها زي ما انتم شايفينها وهي نازله مش شفشق كده. بدات ارمي فيها بقى فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل الوان الموجود عندك ارميه. زيتون، بدات احط فيها لانشون، لو موجود عندك سلامه عايزه تحطي حطيه، لو موجود عندك بسطرمه، لو موجود عندك اي نوع تحطيه فيها مش هتقولك لا، اللي بتحبيه حطيه. كان عندي جبنه بشرتها على الوش، وبدات ان انا ادخلها في الفرن على الرف الوسطاني، تستوي بس الاول، ولو ما خدتش لون من فوق بتولعي الشوايه من فوق شويه. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله، الوصفة زي ما انتم شايفين طالعة معايا جميلة، مش لازقة في الصينية، جميلة جدا. انا عشان واثقة ان الصينية بتاعتي مش هيلزق فيها، فعشان كده ما حطيتش ورق زبدة فيها. شفتوا بقى ظهر الصينية عامل ازاي، مستوي ازاي، جميلة ازاي، رقيقة جميلة، مليانة بالحاجات اللي انا حطاها فيها.